في يوم 19 أو 20/1/2025 في واحدة ست معدية بالليل من قدام بيت معين، وسمعت وقتها صوت خفيف كده لواحدة بتعيط جوه البيت ده. وقتها على طول الست دي طلعت على اسم الشرطة وقدمت بلاغ، وطلعت وقتها قوة من الشرطة على البيت ده وقامت باقتحامه وبدأت إنها تفتش فيه. وفعلا الشرطة وهي بتفتش في البيت ده وقتها اتفاجئوا جواه بأوضة كده مستخبية شوية، والباب بتاعها مقفول بقفل حديد. وطبعا اللي حصل وقتها إنهم كسروا الباب ده واكتشفوا الكارثة. الباب ده يا حضرات كان مخبي وراه أوضة ضلمة صغيرة مساحتها ما تزيدش عن مترين، وموجود في الأوضة دي سيدة في أصعب حالة أنت ممكن تتخيلها. كانت قاعدة في الأوضة على كرسي صغير بهدوم مقطعة، جسمها ضعيف ونظرات عينيها باهتة، وباين عليها إنها في المكان ده والوضع ده بقالها سنين كتير. ده غير إنها كانت متكتفة، ومش تكتيف عادي، دي كانت مربوطة بسلاسل حديد متثبتة في الحيطة. طيب هي مين السيدة دي بقى؟ وإيه اللي حصل معاها بالظبط؟ ومين اللي عمل فيها كده؟ وليه عمل فيها كده؟ وإيه اللي خلى السيدة الأولى تبلغ أصلا؟ وإيه اللي حصل بعدها؟ صلى على النبي وخليك معايا وهتعرف كل حاجة حالا. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حلقة النهاردة أحداثها بتدور يوم 19 أو 20/1/2025، وما قدرتش بصراحة أحدد هو أنهي يوم فيهم بالظبط، لكن البداية بتاعت الأحداث نفسها حصلت من 6 سنين ورا، يعني تقريبا سنة 2019. وبالنسبة للمكان فهي حصلت في واحد من بيوت منطقة البدرشين الموجودة في محافظة الجيزة. دول كده كانوا الزمان والمكان. مين بقى الشخصيات؟ أول شخصية معانا النهاردة هتكون هي واحدة اسمها بدرية، وبدرية دي تبقى بنت عندها 19 سنة تقريبا في وقت بداية الأحداث اللي كان سنة 2019 زي ما عرفنا. والمفروض إنها في الوقت ده كانت متجوزة، وحصل خلافات بينها وبين جوزها، والخلافات دي أدت في النهاية إن بدرية اتطلقت ورجعت على بيت أبوها. ولحد هنا كده أنت مش محتاج تعرف أكتر عن بدرية، وعايزك تعرف أصلا إن أخبارها اتقطعت من بعد اللحظة دي بفترة بسيطة. طيب تمام قوي، إيه اللي محتاج تعرفه تاني؟ محتاجك تعرف إن في ناس في عيلة بدرية، وتحديدا بعض من عمامها وإخواتها شداد شوية، وده بحكم إن المنطقة نقدر نقول إنها ريفية. وموضوع طلاقها ده وفي السن ده تحديدا كان مسبب لهم نوع من الحساسية، ومخليهم حاسين إن المجتمع هناك بيبص لهم نظرات مش كويسة. واللي حصل في الوقت ده اللي هو كان في 2019 إن كل أهالي المنطقة بتاعتهم لاحظوا فجأة كده إن بدرية اختفت تماما، ولا حد بقى يشوفها في السوق، ولا موجودة في بيت أهلها، ولا بتحضر أي مناسبات سواء خطوبة أو أفراح أو عزا. وحتى أعز أصحابها وجيرانها وأقرب الناس ليها ما بقوش عارفين أي حاجة عنها، ولما كانوا بيسألوا عنها كانوا بيلاقوا أجوبة زي إنها سافرت مثلا، أو إنها راحت عند حد من قرايبهم في منطقة بعيدة شوية وكلام زي ده. وطبعا لو كل الناس صدقت الإجابات دي فأكيد في شخص واحد على الأقل هيبقى عارف إن ده مش كلام حقيقي، وإن البنت دي في حالة مش كويسة. وهنا بقى يدخل معانا شخصية جديدة في الحلقة، وهي زينب والدة بدرية، اللي كان عندها شكوك طول الوقت حوالين حالة ومصير بنتها، وللأسف هي ما كانش في إيديها حاجة تعملها. ولحد هنا كده أنت تقريبا عرفت كل اللي محتاج تعرفه قبل يوم مشهد البداية، أو يعني اللي حصل في سنة 2019، وما حصلش أي حاجة جديدة من بعده ولحد يوم مشهد البداية. طيب تمام، إيه بقى بالظبط اللي حصل في اليوم ده؟ اليوم ده زي ما عرفنا كان يوم 19 أو 20/1/2025، يعني بعد اختفاء بدرية ب6 سنين تقريبا. وطبعا ال6 سنين دول اتغير فيهم حاجات كتير، وأهمهم إن والد بدرية نفسه كان البقاء لله فيه. وعموما اللي حصل في اليوم ده إن كان في واحدة ست معدية من قدام بيت في منطقة معينة، وسمعت وقتها صوت خفيف كده لواحدة بتعيط جوه البيت ده. والست اللي كانت معدية قدام البيت دي بقى كانت هي زينب والدة بدرية اللي اختفت من 6 سنين لورا في 2019. وطبعا قلب الأم أكد لها إن ده يبقى صوت بنتها بدرية اللي ما تعرفش عنها حاجة من 6 سنين. ده غير أصلا إن البيت ده مش أي بيت وخلاص، ده يبقى بيت عم بدرية اللي اسمه عربي، اللي هو أخو جوز زينب اللي توفى. ووقتها على طول زينب راحت طالعة على اسم شرطة البدرشين وقدمت بلاغ بشكوكها، وقالت لهم أنا بنتي محبوسة في البيت ده من 6 سنين ما شفتهاش. وطلعت وقتها فورا قوة من الشرطة على البيت ده وقامت باقتحامه وبدأت إنها تفتش فيه. وفعلا الشرطة وهي بتفتش في البيت ده وقتها اتفاجئوا بأوضة كده مستخبية شوية، والباب بتاعها مقفول بقفل حديد. وطبعا اللي حصل وقتها إنهم كسروا الباب ده واكتشفوا الكارثة. الباب ده يا حضرات كان مخبي وراه أوضة ضلمة وصغيرة مساحتها ما تزيدش عن مترين،
وموجود في الأوضة دي سيدة كانت في أصعب حالة أنت ممكن تتخيلها، وطبعا السيدة دي كانت هي بدرية، قاعدة في الأوضة على كرسي صغير بهدوم مقطعة، جسمها ضعيف ونظرات عينيها باهتة، وباين عليها إنها فعلا في المكان ده من سنين. ده غير إنها كانت متكتفة وتكتيف مش عادي، دي كانت مربوطة بسلاسل حديد متثبتة في الحيطة. وطبعا أكيد بعد 6 سنين حبس، بدرية اللي كان عندها 19 سنة وقتها بقى عندها 25 سنة. وعلى حسب المنشور في المصري اليوم، زينب أول ما شافت بنتها بدرية في الوضع ده بدأت إنها تصرخ باسمها وجريت عليها وحضنتها. لكن على الناحية التانية بدرية ما اتحركتش ولا اتفاعلت مع المشهد ده، وكأنها بعد 6 سنين من الحبس جوه الأوضة الضلمة الضيقة دي بقت جسم من غير روح. وطبعا اللي حصل وقتها إن الشرطة قبضت على صاحب البيت اللي هو عم بدرية اللي اسمه عربي الموظف بالمعاش وعنده 61 سنة، وكمان أخوه اللي اسمه سعيد، ومعاهم أخو بدرية من أبوها اللي اسمه إسلام وعنده 25 سنة. وعلى حسب المنشور في المصري اليوم تاني إن عربي وقت القبض عليه قال إنهم كانوا بيحموها، وسعيد اللي هو أخو عربي قال إن دي كانت وصية أبوها. لكن إسلام اللي هو أخوها من الأب فضل ساكت وما حاولش إنه يبرر أي حاجة، لأنه كان عارف كويس قوي إنهم عاملين جريمة مفيش أي حاجة ممكن تبررها. وبعدها تم اقتيادهم هما التلاتة على اسم الشرطة، وتبدأ مرحلة جديدة في القضية وهي مرحلة التحقيقات. وطبعا كلهم وقتها حاولوا إنهم يبرروا عملتهم. وعلى حسب المنشور على مصراوي، اللي حصل في التحقيقات هو إن أخو بدرية من أبوها اللي اسمه إسلام هو وعمها اعترفوا إنهم قرروا احتجاز بدرية من بعد وفاة أبوها وطلاقها، وأكدوا إن ده فعلا حصل من 6 سنين لما كان عندها 19 سنة. وقالوا إنهم كانوا في حالة من الخوف والقلق على مستقبل البنت، وفكروا في إنها ممكن تنحرف بسبب الظروف الصعبة اللي مرت بيها، وعشان كده ببساطة قرروا إنهم يكتفوها ويحبسوها في الأوضة دي طول السنين اللي فاتت عشان يمنعوها إنها تطلع بره البيت، وده حفاظا على سلوكها على حد تعبيرهم. وقالوا على حسب المنشور على موقع البوابة نيوز إنهم يا عيني عملوا فيها كده بدافع الخوف عليها، مش بدافع إنهم يأذوها نهائي. وقالوا كمان على حسب المنشور على موقع صدى البلد إنهم عملوا ده بسبب سوء سلوكها، وإنها فضحتهم في البلد لأنها كانت على علاقة بواحد تاني في نفس الوقت اللي كانت متجوزة فيه، وده كان هو سبب طلاقها. وقالوا إنها جابت لهم العار. ده كده كان هو كلامهم المنشور على كذا جريدة وموقع إخباري. وبعدها لقيت إن في كمان تحريات عملتها المباحث ومنشورة على موقع الدستور وصدى البلد وكذا موقع تاني. والتحريات دي بتقول إن البنت كانت متجوزة من كذا سنة وارتبطت وقتها بواحد تاني بعلاقة غير شرعية، وجوزها عرف بالموضوع وقتها وده كان هو سبب طلاقها. وعلى حسب التحريات دي إن والدها وقتها هو اللي خد القرار بالاتفاق مع عمها وأخوها. واللي حصل بعدها إن والدها توفى، وفضل عمها وأخوها حابسينها في الأوضة دي عشان خايفين لو طلعت تعمل لهم فضيحة تانية في البلد. وبرضه على حسب المنشور في صدى البلد إن زينب اللي هي أم بدرية اتقدمت بالبلاغ ده بعد سنين من احتجازها، لأنها كانت خايفة تبلغ طول الفترة اللي فاتت عشان خايفة إن عمها وأخوها يأذوها. وبرضه في كلام تاني منشور على موقع الجمهور الإخباري بيقولوا فيه إن أول كلام خرج من بدرية بعد تحريرها من الأوضة دي إنها طول السنين اللي فاتت ما كانتش بتشوف غير حيطان الأوضة، وكانت بتحسب الأيام وبتتمنى إن حد يروح لها وينقذها، وحلمت كتير إنها بتخرج وبتشوف الشمس والسماء. وحاليا أخوها وعمامها الاتنين محبوسين لحد ما التحقيقات تنتهي ويتحولوا للمحاكمة. وعلى حسب المنشور في المصري اليوم بدرية دلوقتي مع والدتها زينب اللي اتحرمت منها من 6 سنين، وكمان بتشوف الشارع لأول مرة من 2019، وبتحاول إنها تتأقلم مع الوضع الجديد. وغالبا الجريمة دي هتفضل في ذاكرة أهالي القرية بتاعتها ومش هتتنسي. يا ريت لو وصلت لهنا ضروري تعرفني رأيك في التعليقات في اللي حصل معاها، وما تنساش اللايك بتاعك لو حابب ان قصتها توصل لغيرك.
كان معاكم إسلام الجندي في سندوتشات رعب، ومع السلامة.